يا مساء الفل. النهاردة هنعمل مع بعض الزلابية بطريقة سهلة وبسيطة. الطريقة دي للمبتدئين، هتطلع معاكم مدورة ومظبوطة، مش هتطلع أشكال غريبة في قلب الزيت. وهتطلع مقرمشة وهتطلع في منتهى الجمال. اللي يعجبه الفيديو دوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. المقادير: كوبايتين دقيق، ومعلقة ونص بيكنج باودر، المعلقة تكون ممسوحة مش هرم أهم حاجة، وشوية ملح صغيرة على طرف المعلقة. هقلبهم واحط كوبايتين زبادي وهعجن. لو لقيت العجينة طرية قوي هضيف معلقتين دقيق تاني، لقيتها نشفت مني هحط معلقة حليب. طبعا بيبقى حسب الدقيق، بس اهم حاجة الدقيق لازم يكون منخول. وهبتدي اكورها كور صغيرة. طبعا كل ما بتكون صغيرة الزلابية كل ما بيبقى شكلها شيك. زي ما انتم شايفين انا عملت جزء طبعا من الكمية، وهبتدي خلاص اعملها في الزيت زي ما انتم شايفين. ولازم ايديكي تكون فيها، يعني لازم على طول تقلبيها باستمرار لغاية ما تاخد معاكي اللون الجميل اللي انت عايزاه زي ما انتم شايفين كده. بصوا في الزيت ما شاء الله مدورة، ولا فرشت ولا عملت اي حاجة ولا عملت اشكال غريبة ولا حاجة خالص. طالعة ما شاء الله ناجحة 100% ومفرغة من جوه وروعة. زي ما انتم شايفين انا عمالة بقلب، انا مش راضية افصل التصوير عشان تشوفوا هي بتاخد تقليب شوية، ان انتوا لازم تقلبوا باستمرار عشان تاخد اللون الحلو من كل الجهات. انا هنا حطيتها في السيرم ده اللي هو كوباية سكر وكوباية مية ونص ليمونة. يا دوبك 6 دقايق على النار يبردوا، طبعا لازم يكون بارد، وبطلع فيه الزلابية. هنا عملت جزء بالنوتيلا. النوتيلا عبارة عن معلقتين نوتيلا مع معلقة حليب على البوتاجاز كده، يا دوبك ساحوا على نار هادية وقلبت فيهم الزلابية. بصراحة طالعة تحفة تحفة. يعني شوفوا الكاستين دول لو انتوا هتجيبوهم من بره هيتجابوا بكام. ما تنسوش اللايك.